النهارده هنعمل ارخص تجميع للجيل الثامن. الناس كتير طلبت التجميع دي مننا، بس احنا كنا مستنيين بعض القطع المعينه اللي تنزل السوق، والمفروض بعد نزول الفيديو ده بيومين 3 كده هتنزل بوردات ال H310 في مصر. فاحنا قلنا نبدا نشتغل على البوردات دي احسن، هتقدم بالنسبه لنا اسعار ارخص بكتير من اللي كانت موجوده مع نزول البروسيسورات في الاول. فطبعا احسن معالج نعمل بيه التجميع دي هو الاي 3 800. الاي 3 800 بيجي ب4 كورز واداؤه فعلا ممتاز في معظم الالعاب، مقارنه كمان انه اي 3، لان الاي 3 في الجيل ده كان فعلا خيار كويس. اي 3 800 هندمجه مع نجم الليله دي فعلا، وهو ال H310. ال H310 HD2 بورده رخيصه جدا، بتيجي بمكانين للرام، مكان لكارت شاشه واحد، مفيش حاجه تانية كتير عاليه، مفيش كروت، مفيش واي فاي، مفيش الكلام ده. هي بورده بتقدم الاساسيات، وده اظن معظم الناس طالباه في التجميعه دي. فالبوردة هتيجي بسعر حوالي 1300 جنيه، ممكن اقل شويه ممكن اكتر شويه حسب المحل. لحد دلوقتي احنا صارفين 3500 جنيه. نبدا بقى مع ثالث قطعه معانا، وهي الرامات شيء ضروري في التجميعات دي. مش ضروري رامات هنا سرعتها عاليه، لان البورده مش هتدعم رامات فوق سرعه معينه وهي 2666. فاختصار للمجهود دلوقتي يعني اي رامه 2400 ميجا هرتز هتبقى كويسه جدا على تجميع زي دي. داتا اكس بي جي فليم 8 جيجا بايت، رامه كويسه بتيجي بسعر 1800 جنيه، لكن هي في نفس الوقت رامه كويسه، شكلها معقول في الجهاز، وسعر الرامه يعني معقول، مش غالي قوي ولا رخيص قوي. رابع قطعه وهي الهارد. ال1 تيرا بايت ويسترن ديجيتال بلو هو القطعه اللي بناخدها في كل تجميعاتنا، لان اللون الازرق بينفع مع معظم التجميعات. حجم ال1 تيرا بايت حجمه مناسب لمعظم الناس، وفرق بسيط جدا عن ال 500 جيجا بايت في السعر، وفي نفس الوقت كمجمل هو مش غالي. طبعا هو مش اعلى اداء، لكن اداؤه ما زال كويس. خامس قطعه وهي الكيسه والباور سبلاي. هنا عشان نوفر فلوس احنا بنعمل حاجه لطيفه جدا، وهي ان احنا بنختار الكيسه البيت فينيكس كومراد. الكيسه دي بيجي معاها باور سبلاي 500 واط. الباور سبلاي ما زال كويس، بيجي من شركه بيت فينيكس، فهو باور سبلاي ممتاز، والاثنين مع بعض بيجوا بسعر 1550 جنيه. فمميزات او اداء مقابل السعر يعتبر كويس جدا الصراحه. والكيسه نفسها شكلها كويس، بتيجي باللون الابيض والاسود، وبيجي فيها برده شباك شكله حلو عشان تبص بيه على القطع. كده سعر التجميع 7750 جنيه من غير كارت شاشه. من ناحيه بقى كارت الشاشه، فهنا الخيار خياري، ممكن اصبر شويه للكروت الجديده والكلام ده للجيل اللي جاي، بس مفيش ميعاد محدد لنزول الكروت دي، او ان انا ممكن اشتري الايام دي، وبالفعل اسعار الكروت بدات تنزل الايام دي، فاظن دي فرصه حلوه للي عاوز يشتري. GTX 1050 تي اي نسخه جيجا بايت، انا شايف انه كارت ممتاز بسعر حلو، بحوالي 4700 جنيه في 4800 جنيه في السوق، بيخلي توتال التجميع دي 12500 جنيه. بالسعر ده دي احسن تجميع انت ممكن تجيبها. المعالج حلو جدا، بيشيل لكروت اعلى واعلى، ممكن تعمل ابجريدز عليه حلوه جدا من ناحيه الرامات، من ناحيه التخزين، او من ناحيه الكروت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم، لان كل شير بيدعم القناه. ولو عندكم اي كومنتات او اي استفسارات قولوها برضه تحت في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو.